وانت بتتفرج على فيلم كده اكيد لاحظت ان كل فيلم وليه الوان مختلفة عن الفيلم التاني، فاكيد سألت نفسك هي الالوان دي ليها معنى ولا هي كده وخلاص. تعالى بقى اما اقول لك ايه فايدة الالوان دي. المخرجين بيبقوا يحطوا الالوان دي في اماكن معينة عشان يوصلوا شعور معين هم عايزين يوصلوه للي بيتفرج. يعني مثلا في فيلم ويبلاش بنشوف اللون الاصفر والبرتقاني في اغلب الفيلم تقريبا، بس ما كانش طول الفيلم يعني. فالالوان دي بتدي احساس بالضغط، توتر البطل عايش فيه، وانت اكيد حسيت ده وانت بتتفرج على الفيلم ده. بالمناسبه الفيلم ده فاجر فشيخ يعني بمعنى الكلمه. وفي فيلم هير اللون الاحمر والوردي بيديك احساس كده بالحب والدفى والعاطفه. واللون الاحمر اصلا بيستخدم برضو عشان يعبر عن حاجات تانية كتير، زي مثلا في فيلم باتمان بنشوف ان اللون الاحمر والاسود حرفيا طاغيين على الفيلم كله، عشان اصلا جوثام كلها زباله وقرف وعفانة وكل ده. كمان في فيلم الجوكر اللون الأخضر والأحمر مع بعض كده بيعكسوا الجنون والعنف اللي موجود في أجواء الفيلم كله تقريبا. بشكل عام يعني الأحمر دايما مرتبط بالشغف أو الغضب ومعاني تانية كتير برضه، والأزرق بيعبر عن الحزن أو الهدوء والبرود برضه كتير في أجواء الفيلم وكده. أما بقى الأصفر فبيديك إحساس بالطاقة كده والحيوية، زي مثلا فيلم مينيونز كده. هما أصلا لونهم كله أصفر. حتى فيلم لا لا لاند الفستان بتاع إيما ستون كان لونه أصفر وحاجات كده غريبة يعني. كمان ساعات برضه بيديك إحساس بالتوتر والضغط زي فيلم ويبلاش. وبس كده.